السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة من أهم الأكلات الشرقية المصرية، وتبقى طبق أساسي معانا في العيد. وبجد أنا شخصيا بعتز بالطريقة دي جدا، وحقيقي كل اللي بيجربها بيسألني على الطريقة. وطبعا الفضل كله يرجع لوالدي الشيف الكبير، وهو طبعا السبب الرئيسي في حبي وشغفي للمطبخ. ويلا نشوف الوصفة بتاعتنا ونقول بسم الله. لازم نعرف ان نوعية اللحمة مهمة جدا معانا في الأكلة دي. ممكن نستخدم قطعيات مثلا زي الموزة أو الفخدة أو بيت اللوح أو السن البقري، مع مراعاة فرق المسميات بين كل بلد والتانية. ومهم يكون فيها نسبة دسم حوالي 20% عشان تدينا مرقة كويسة. وهنا عندنا نوعين من القطعيات، وأول نوع هو من الموزة البقري، والنوع التاني اللي هو من رقبة الغنم، وده اللي هستخدمه معايا دلوقتي. وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا الصحيحة، وهي كام فص كده من الحبهان وورق اللورة وحبوب الفلفل الأسود الصحيحة. وهننزل بقى بقطع اللحم، هنخليها كده لحد ما تغير لونها من كل النواحي. وبعدها بقى هننزل بالخضروات بتاعتنا، اللي هي بصلة مقطعة وجزر مقطعة وطماطم. وعندنا بقى مية مغلية، هننزل برضو بالمية المغلية لحد ما نغطي اللحمة بشكل كافي. وأول ما تاخد غلوتين كده معانا وتطلع الريم الأبيض ده اللي هو الزفارة، لازم نشيله عشان ده بيخلي شكل الشوربة رايقة وطعمها حلو وبدون أي زفارة. وهنا بعد ما تقريبا وصلنا ل3/4 التسوية، بنحط بقى معلقة الملح بتاعتنا. وهنا بقى عندي كوبايتين من الرز المصري مغسول ومصفى كويس، حطيت معلقة سمنة، وبعد كده هنزل بالرز نقلبه تقلبتين كده عشان يبقى مفلفل وحلو معانا. وبعدين هحط له رشة الملح ونسقيه بقى بالشوربة. شايفين اللون الشوربة رايق وجميل ازاي؟ ولازم تكون الشوربة اعلى من مستوى الرز. هنغطي بقى ونخليها على نار متوسطة، وبعد كده نوطي على نار هادية خالص لحد ما يتشرب معانا ويكون بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنعمل الصلصة. عندي بصلة متوسطة مع معلقتين زيت وعلى النار. هنقلب بقى لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي الحلو ده. وعندي طماطم معصورة، هننزل بقى بيها على البصل. وبعد كده هضيف معلقتين من صلصة الطماطم الجاهزة، وتقلبتين بقى كده، وننزل بالتوابل بتاعتنا. معلقة ممسوحة من الملح، ومعلقة بابريكا، ونص معلقة كمون. واخر حاجة رشة كزبرة. وهحط بقى كوباية من الشوربة وخليها كده تاخد غلوتين وبس. كده بتكون الصلصة معانا جهزت. دلوقتي بقى عندي عيش مصري، هحط معلقتين زيت وعليهم مكعب زبدة واحمره. في ناس بتحب تحمصه في الفرن، بس انا بفضل الطريقة دي. ما تقلقوش، ما بيشربش زيت ولا اي حاجة. واول ما نوصل بقى للون الذهبي الحلو ده، هنزل بشوية توم مفروم كده، حاجة بسيطة، نص معلقة، وتقلبتين وبس. واخر حاجة معايا بقى هي دقة التوم، 3 فصوص كده من التوم، احمرهم بس مش لازم نخليهم لحد ما يغمقوا.
وما ننساش رشة الزيت اللي حطيناها في الاول، واخر حاجة حوالي فنجان من الخل. ويادوب بس ثواني تغلي كده ونطفي. ودلوقتي بقى هنشوح اللحمة بتاعتنا بعد ما بنكون صفيناها بمكعب الزبدة. ننزل بقى كده باللحمة، يادوب بس تشويحة. تاخد لون بس حلو كده وبس. لازم بقى ناخد بالنا من خطوات الغرف كويس. اول حاجة هنحطها العيش ومعلقتين كده من الشوربة حسب الرغبة، لو عايزينه طري قوي نزود في الشوربة شوية. وبعد كده رشة الدقة، وبعدين معلقتين من الصلصة. نوزع كده في كل الجهات تقريبا. شايفين شكلها مشهي قد ايه؟ بعد كده بقى هننزل بالرز. شايفين التسوية بتاعته مفلفل وجميل. وبرضو هنرجع نحط رشتين كده من الصلصة، نفس الخطوات زي ما عملنا تحت بنعمل فوق. بعد ما حطينا رشة الصلصة كده الحلوة معلقتين، كمان رشة من دقة الثوم وبس. بألف هنا وشفا. ننزل بقى بقطع اللحم كده حسب ما حابين نقدم، يعني الشكل اللي حابين نقدمه بيه. ممكن نحط اللحمة لوحدها. طبعا انا عندي هنا قطع اللحم صغيرة، ممكن نكبرها اكتر بيكون شكلها احسن في العزومات. بجد ريحتها وطعمها ورا العقل، يعني اكلة من الفولكلور المصري الاصيل. اتمنى منكم ما تنسوش بقى دعوة حلوة لوالدي بالشفاء. ربنا يشفي مرضاكم يا رب، وبالهنا والشفاء. متنسوش بقى تدعموني وتشتركوا في القناة، لايك والشير والسبسكرايب.